خد يا نجم، خد اقول لك، تعالى بس تعالى. اصبر اصبر، هقول لك اخبار مش هتسمعها غير في الكوره مع الزمهري. امبارح طبعا كلنا اتفرجنا على ماتش الاهلي وبلديه المحله. امبارح الاهلي كسب فيه 5-1. ظهور وليد ازارو جديد في النادي الاهلي. مين بقى يا جماعه؟ وسام ابو علي. وسام ابو علي يا جماعه لعيب تكتيكي قوي جدا يا جماعه. انا شفته امبارح، لعيب بيقدر يتحرك طولي وعرض حلو قوي. لعيب بيخلق لنفسه فرص، بيتحرك على الاطراف حلو قوي. لعيب انا شايفه لعيب هيبقى مهم جدا في النادي الاهلي. يعني انا شايفه اللي هو شبه وليد ازارو في الضغط والسرعه بتاعته، بس الفرق بينه وبين وليد ازارو اللي هو الفينش بتاعه احسن شويه من وليد ازارو. انا شايفه لحد دلوقتي فينشه كويس. فانا شايف وسام ابو علي هيبقى لعيب مهم جدا في النادي الاهلي، ويبقى من اهم المهاجمين في مصر.